ده ايه ده؟ مالك مالي؟ مالك مالي؟ ايه مالك؟ موقف سخيف حصل في المترو من واحدة ما شافتش بربع جنيه تربية، كانت قاعدة حاطة رجل على رجل في وش راجل من دور جدها، ولما الراجل كلمها بالذوق وقال لها عيب قالت له دي حرية شخصية. ولكن الحقيقة ان دي مش حرية شخصية ابدا، دي قلة ذوق وقلة ادب وقلة تربية. الراجل الصعيدي ده ممكن يكون كبير لعيلة كبيرة وليها وضعها، ولو يعني مش كده فهو راجل كبير ولاحترامه، ودي اصول المفروض تكون مفهومه ومعروفه من كل فئات المجتمع. وبعيدا عن ده كله بقى، ان هي اصلا كانت راكبه عربيه الرجاله وسايبه عربيتين متخصصين للنساء، يعني مش مكانها، وبتبجح في وش راجل كبير في السن وفي المقام ويستاهل معامله باحترام. ولكن في الاول وفي الاخر دي تربيه، والبيت اللي طلعت منه علمها انها لا تحترم كبير ولا توقر صغير، علمها ان حريتها الشخصيه فوق الاحترام والاصول والحلال والحرام كمان. ولما الراجل اتعصب عليها، ناس كتير جدا غلطته وقالت ان المفروض ما يزعلهاش وما يتعصبش عليها ودي حريه شخصيه. طب ما هي دي حريته الشخصيه، وكمان انه لما يشوف قله ادب قدامه انه يقول عليها ان هي قله ادب. من رايي الشخصي ان دي فعلا قله ادب. عايز اعرف رايكم انتوا بقى ايه؟ تفتكروا مين تخطى حدوده مع التاني، ومين ليه الحق ومين عليه الحق؟ وصل الفيديو ده لغيرك بفولو لايك وشير وصل على النبي، وما تنساش تسيب لنا رايك.